شهيد جديد يرفع عدد الشهداء من الأسرى إلى 225. الشهيد داود الخطيب 45 عاما من بيت لحم راح ضحية الإهمال الطبي المتعمد في سجن عوفر غرب رام الله. الشهيد الخطيب الذي كان يقضي حكما بالسجن ل18 عاما تنتهي بعد 3 شهور عانى من أمراض بالقلب، وهو واحد من مئات الأسرى المرضى، بعضهم يعاني من أمراض القلب والسرطان في ظل سياسة القتل البطيء الذي تمارسه بحقهم ما تسمى بمصلحة السجون بأوامر من حكومة العدو. ويقبع في سجون العدو أكثر من 4500 أسير، حيث بلغ عدد الأسرى المرضى 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة، منهم 300 يحتاجون لعلاج متواصل، و10 أسرى على الأقل يعانون من مرض السرطان.